عندك هيكول مضايقك، تعالي نشوفي هنتصرف فيه ازاي بسوستة بمنتهى البساطة. هنفتحه ونغير من شكله. والنهاردة حلقتنا بمنتهى البساطة ازاي نفتح الهيكول او البلوزة او الطريقة اللي نفتح بيها الصدر ويبقى معانا شكله ظريف. انواع السوست بتاعتنا مختلفة ومتنوعة. دي سوستة بدلاية معدن وفيها اشكال كتيرة. هنوصف وهنتكلم على كل انواع السوست. دي انواع السوست بتاعتنا، اشكال كتيره منها. دي السوسته الصغيره. كل السوست دي ممكن تركب مع البلوفر اللي احنا عايزين نفتحه ونفتح الصدر بتاعه. دي السوسته السحري، دي بتركب على الفستان او لو احنا محتاجين نركبها نفتح لحد الاخر. وطبعا هي مش مفضله خالص لانه دي سوسته سحري. تمام، هنستبعدها شويه مننا. دي الاشكال بتاعتنا اللي ممكن نركبها مع البلوفر بتاعنا بمنتهى البساطه. اول حاجه دي السوسته الصغيره بتاعت البنطلون. لو احنا عايزين نفتح فتحة صغيرة في الرقبة زي اللي احنا هنشوفها في الفيديو في التنفيذ، او لو احنا عايزين نفتح من الصدر بس ولكن مش من بداية الرقبة. لو هي من بداية الرقبة هتبقى برضو صغيرة وهتديني فتحة صغيرة. دي اشكال السوست بتاعتنا اهي. ودي سوستة معدن. طبعا هي برضو محببة اكتر في الفتحات اللي احنا بنعملها للبلوفر او للبلوزة اللي هي برقبة او هاي كول وعايزين نفتحها تبقى بالياقة. تمام. السوستة دي طبعا يعني متدلعة شوية كده وهي اغلى شوية لانه الجرار بتاعها فيه معدن وهي بتبقى شوية اغلى. تمام. ده نوع تاني ملهوش يعني عروة او له دلاية زي كده. برضو ممكن ينفع لو حسب امكانياتك. طبعا الملك بتاعنا الحاجات اللي هي الكبيرة اللي بتفتح معايا فتحة كبيرة لو الهاي كول كبير. وطبعا برضو ليها دلاية وليها حبة دلع كده. يعني طالما هتعملي اعادة تدوير لحاجة دلعيها عشان خاطر تحسي ان في فرق. شوفي النوع ده كمان برضو، ده برضو له دلاية وله حلقة. السوستة دي طويلة، دي طويلة شوية ممكن تكمل معايا لحد نهاية البلوزة أو نهاية البلوفر ويبقى مفتوح معايا لحد الآخر. تمام. دي أنواع السوست اللي ممكن تنفع معانا للفيديو بتاعنا اللي احنا هنشوفه. لو انت حابة ان احنا نعمل فتحة صغيرة يبقى هنشتغل لو حاجة بلاستيك ماشي، عايزة تعملي حاجة معدن وصغيرة ماشي. وسط يعني احنا بنبص الأطوال هتبص تلاقي في فرق في الأطوال. هات السوستة قد الفتحة اللي انت عايز تعمليها بالظبط. طبعا السوستة المعدن اغلى بكتير شوية يعني اغلى بكتير من السوستة العادية، بس طبعا ليها افضلية في الشغل بتاعنا النهاردة. تمام. دي انواع السوست. دي السحري، السوستة السحري لو انت حابة تعملي فستان او تعملي بلوزة او حاجة انت مش عايزة السوستة تظهر. اشكال كتيرة من السوست. دي كده بسرعة انواع سريعة من اللي احنا بنشتغل بيها من خلال الشغل بتاعنا. ولكن حلقة النهاردة إعادة تدوير لأهم حاجة عندنا الحاجات البلوزات والبلوفرات اللي هي مقفولة واتخنقنا منها وعايزين نفتحها. فهنعمل فتحة في الصدر بنفس الطريقة دي بسوستة من دول وهتديكي شكل جديد وحاجة جديدة انت حاجة مميزة. تعالي معايا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنبدأ خطوة خطوة. هنحط السوستة وش السوستة من تحت على وش القماش، يعني عدلة على عدلة. هنكون قاسمين البلوزة بالنص أو نص الرقبة أو نص القماش بالظبط، ونحط علامة علشان ما نغلطش. يبقى السوستة عمودي على المكان اللي احنا بنخيط فيه. ما ينفعش تبقى متعرجة يعني الخياطة رايحة جاية. لازم أظبط المقاس بتاعي بالظبط وآخد خياطة على السوستة على جنب السوستة بالظبط زي ما احنا معلمين. تمام. هبتدي اتبت اول واخر السوستة في البداية واجيب مقص وابتدي اشق القماش على نهاية السوستة الخياطة اللي انا عاملاها بنفس الطريقة دي وش على وش. واجي على نهاية السوستة وابتدي اقص. انا ماشية خطوة خطوة معاكي عشان انتي تتعلمي حاجة تعمليها باتقان وحاجة حلوة. تمام. اجي في نهاية الخياطة واعمل شق بالجنب كده عشان ابتدي الف السوستة وابتدي اعمل نهاية السوستة من تحت اللي هي القاعدة بتاعتها. تمام. وابتدي اخد الشق اللي هو بزاوية الصغنن ده عشان يديني الراحة بتاعت السوستة كده اهو. وابتدي اخد نهاية السوستة بالعرض من تحت خياطة مرة او مرتين عشان تثبت معايا. تمام كده اتبت عشان خاطر نهاية السوستة مهمة عندي لان هي ماسكة النسيج بتاع القماش، ولو هو بلوفر ولا كده ممكن يفلت مننا. وابتدي اعمل نفس الشق اللي انا عملته من الناحية دي بعمله من الناحية التانية، الشق اللي هو بالورب دي.
ده اللي بيريح معايا السوستة لما ألفها. هلف السوستة كده على القماش وأبدأ أعمل نفس اللي أنا عملته في المرة الأولى، نهاية السوستة مع نهاية القماش، وأبتدي أثبت بالمكنة. الطريقة سهلة جدا، ما فيهاش أي حاجة صعبة. طيب يا مدام وداد، لو القماش بيمط أو بيورور، أحط طبقة فازلين أو طبقة مقوي أكويها على نفس القماش من تحت، عشان لما أثبت السوستة الخياطة ما تورورش، يعني تبقى راحة جاية معايا وتديني مطة غريبة كده وشكل مش ظريف. تمام. وابتدي افتح السوستة عشان ما تجيش معايا في الدواس تكسر الابرة. لو انت بتتعلمي خلي بالك من الحاجات التركات الصغيرة دي، وهتبصي تلاقي كل حاجة مشيت مظبوطة معاكي. وانا معاكي في اي خطوة، اكتبي لي اي كومنت انت عايزاه وانا هرد عليكي فورا. كده عملت السوستة بتاعتي، وابتدي اخد شيمة خياطة على حرف المكنة على اتبت السوستة من بره. تمام. وممكن قبل ما اعمل الشيمه دي اعمل اوفر من جوه، لو القماش بيمط او بيورور او بيفك من التريكو اعمل اوفر، وابتدي اعمل الشيمه اللي من بره دي، الخياطه اللي بثبت بيها السوسته بتاعتي. دي الطريقه بتاعت السوسته، سواء ببتديها من اول الرقبه من فوق، سواء ببتديها من دوران الرقبه من تحت، اي فتحه عايزه اعملها لسوسته بالطريقه دي. ادي اتعملت بمنتهى النظافه وباحترافيه. ده البنات اللي بيحبوا الحاجات الكاجوال ممكن يتفتح السوسته كبيره وتديني الكول الكبير على الكتف بالمنظر ده. لو رجالي ممكن افتحها فتحة صغيرة من اول الكول لحد مثلا 10 سنتي على الصدر. افكار كتيرة انت ممكن تشتغليها وتعمليها وتنوعي وتعملي اعادة تدوير لبولفرات كتيرة. ده حتى لو هو الكول اللي هي مش هاي كول، نص كول برضو يتعمل. افكار كتيرة ممكن تتعمل بالطريقة دي. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط ليكي، والطريقة بتاعة تركيب السوستة سواء البلوفر لاي حاجة سهلة وبسيطة. سلسلة اتعلمي معايا على القناة هتتعلمي حاجات كتيرة، ومنها إعادة تدوير، ونجدد من حاجاتنا ونجدد من كل حاجة ممكن احنا نرميها وخسارة. الدولاب مليان، صدقوني مليان كنوز. طلعي واشتغلي وجددي وانا معاكي خطوة خطوة. جات لي أسئلة كتيرة وحاجات كتيرة عن إعادة التدوير. أنا مستعدة هعمل معاكي حلقة حلقة، وكل سؤال من حضراتكم بعتنهولي أنا هستجيب وهعملهولك حلقة. حتى لو صغيرة ممكن أنت تتعلمي منها أو أديك الفكرة إزاي تعملي الحاجة دي. إعادة التدوير فن من فنون الخياطة فعلا، وأنت لو اتعلمتيه هتوفري كتير. خطوة خطوة مع بعض هنبتدي، وسلسلة تتعلمي فيها حاجات كتيرة مفيدة بإذن الله. أهم حاجة من فضلك لو الفيديو ده عجبك او استفدت منه اي معلومة، لايك وشير لكل اصحابك عشان خاطر اللي حابب الخياطة يتعلم معانا. واكتبي لي اي حاجة انت عايزاها او عايزة تتعلمي، او ابعتي لي صورة اي حاجة عايز تعملي اعادة تدوير ليها، وهنشتغلها مع بعض باحترافية وبجد هتستفيدي، وباذن الله يكون الفيديو مفيد ليكي. شكرا.